سلام، ان شاء الله هيك راكم لاباس وصحتكم بخير. اليوم جيت لكم بوصفه معسله ليكم سبيسيال. راه جاينا رمضان وراه جاينا باذن الله العيد. بغيت ندير معكم البقلاوه بطريقتها التقليديه والاقتصاديه ثاني، بدون مآلة توريق. يعني تورقوها غير بيدكم وتخرج لكم ما شاء الله ناجحه، قلت لكم 100%. الحشوه تقعد طريه ومعسله، العجينة مقرمشة وطرية في نفس الوقت، صدقوني ما شاء الله. يعني تبعوا معي المقادير والطريقة للأخير وكامل غادي تنجح معكم. قبل ما نبداو في الوصفة ما تنسوش تشتركوا لي مازال ما اشتركتش، وما تنسونيش بالدعم تاعكم، تخلوا لي لايك ويلا نبداو بسم الله. بالنسبة للعجينة نحتاج 4 عبار، يعني عندي هنا هاد الغرفية راني معبرة بها، درت 4 عبار نتاع فرينة. درت العبار الأول، راح نزيد الثاني والثالث. بالنسبة للغرفية كيما راكم تشوفوا أنني موصلتها لهداك الشريط الأسود. غرفيتي شوية كبيرة فوصلتها، يعني أنا وحدي عبرتها حتى للشريط الأسود. نتوما ديروا الغرفية اللي تكون عندكم. بالنسبة للعبر الرابع نقصوا منه 3 ملاعق فرينة وزيدوهم مايزينا، يعني قلعوا 3 ملاعق نتاع فرينة وزيدوهم مايزينا. إذا 4 ملاعق، 4 أعبار نتاع فرينة. العبر التالي نقصوا له 3 ملاعق مايزينا وديروهم فرينة. عفوا، نقصوا 3 ملاعق فرينة وزيدوهم مايزينا. ديروا تاني ملعقة صغيرة، يعني ناقصة شوية نتاع ملح، يعني شوية ملح. نديروا ملعقة نتاع فانيلا. وراح ندير هنايا عبر ناقص اصبع نتاع السمن دايب وبارد. سمن دايب وبارد، عبر ناقص اصبع سمن دايب وبارد. ندخلها مليح في العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا راني ندخل فيه. هنا غادي نعطيكم تاني طريقه، كاين لي العجينه تاعها في البرد تغبنها شويه وتتحبحب. في الحق ماشي موالفه ديرها لي متحبحب ليش، شو راني عارفه بلي بزاف يعانوا منها. اذا فبغيت نشارككم هاد الطريقه، يعني هاد لاستيس اللي تتحبحب لها العجينه تاعها. بعد ما ديروا لها السمن وتبسوها غايه، غربلوها، عاودوا يعني غربلوها، فوتوها في السيار ولا في الغربال. يعني عاودوا فوتوها تولي لكم، يعني تولي لكم بودغ كيما الفرينة يعني. وهذوك الحبيبات كامل يعني تحلوهم بهاد الغربال كيما راكم تشوفوا، يعني تغربلوها وتجيكم هاد الطريقة، يعني ما تغبنكمش العجينة تاعكم. أنا هاد الوصفة نورمالمون راني حطيتها معاكم العام اللي فات، يعني وصفة البقلاوة. وقعدوا لي يعني شوية أسئلة، كاين اللي ما فهموش الطريقة أكتر، فاليوم بغيت نعاودها معاكم بنفس الوصفة ونفس الطريقة، باش اللي ما يعني ما فهمتش في الفيديو الأول تفهم في هاد لا فيديو، يعني كامل راني باغيتكم تستفادوا. هنا عندي حبة تاع بيض، كنت درت عليها عطر المازهر كيما شفتوا، ودروك درت عليها تاني شوية نتاع مع مخلطة مع المزهر، وندربها كيما راكم تشوفوا. وراح نديرها فوق العجينه تاع فوق الفرينه تاعي. هنا على ما درت الحبه تاع البيض مباشره فوق الفرينه، بس كون نديروها الصفار يقعد وحده، يعني ما يتخلطيش مليح مع الفرينه، يقعد لي هكا خيوط صفرين، وانا مانيش باغيتها تقعد هكا. فبغيت البيض تاعي نحله قبل في الماء والمزهر، ومن بعد نزيده للفرينه. هنا بعد ما زدته ودخلته معاهم راني نلم في العجينه تاعي بالماء زائد المزهر. بالنسبه للماء عادي، يعني ماء من الحنفيه بارد، ما هو لا دافي لا حامي لا والو. وتاني المزهر يعني راهو عادي، خلط انا قلت لكم الماء مع المزهر. المفروض تحصلوا على هاد العجينة اللي كيما راكم تشوفوا، عجينة ما هي طرية يعني بزاف، وما هي قاصحة حتى التم، يعني عجينة تكون بهاد القوام كيما راكم تشوفوا، يعني راهي واضحة أمامكم. كون طروها بزاف يعني تجروها تجيكم يابسة، وكون تيبسوها بزاف تغبنكم. فمن الأحسن ديروا لها هاد القوام، يعني ما هي طرية بزاف ما هي قاصحة. هنا كيما شفتوا قسمتها على 2، ودرتها حربوش، يعني القسم الأول درتها حربوش وراني نقطع فيه تقطعه. يعني بالنسبة لي أنا غادي ندير 6 طبقات في الأسفل و7 طبقات في الأعلى. أما نتوما تقدروا ديروا 6 ولا 5 6، لكم الاختيار. هنا راني كيما راكم تشوفوا نبوليهم بهذا الشكل، يعني الى كويرات كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ومن بعد مباشره يعني بعد ما نكمل راح نديرهم، يعني كل الطبقه السفليه راح نديرها في كيس بلاستيكي وحدها، والطبقه العلويه تاني راح نديرها في كيس بلاستيكي وحدها. نخليهم يريحوا، يعني لا درتوها مع الصباح خدموها في الحشيه، لا درتوها في الحشيه خدموا يعني في الليل خدموها غدوه من داك وهي رايحه، يعني على الاقل خلوا العجينه تاعكم تريح من ساعتين حتى ل3 سوايع الى ليله كامله.
نيش ندخلكم كاع بالاسرار، راني عطيتكم كاع اسرار البقلاوه باش تخرج لكم ناجحه. هنا من بعد يعني بعد ما خليتها ريحت وكاع جيت نخدم العقده. بالنسبه للفخس تخدموها كي تبغوا ديروا البقلاوه تاعكم. هنا شوفوا بالنسبه للعقده عندي انا كيلو تاع كاوكاو. هذا الكيلو يعني كنت رحيته، عفوا كنت قليته شويه، يعني ما تقلوش حتى تحمروه بزاف، قلوه شويه ومن بعد رحوه يعني يكون مرحي شويه، ما هو رقيق رقيق ما هو غليظ، يعني شويه رايح الرقوقية. أنا بالنسبة لهاد هاد الغرفية عبرت لي تلت عبار، وزدت عليها عبر ناقص ربع نتاع سكر كريستاليزي عادي. من بعد زدت عليها ملعقة صغيرة نتاع القرفة، وزدت عليها حوالي يعني ملعقة صغيرة نتاع عطر اللوز. نعاود معكم لافارس، قلت لكم كيلو تاع كاوكاو يعني ما يعادل بالنسبه للغرفيه تاعي 3 عبار نتاع الكاوكاو، عبر ناقص نتاع سكر عادي، ملعقه صغيره نتاع القرفه، وعطر اللوز المر. هنا نرشوها بالمزهر، يعني بهذه الطريقه تبداو ديروا لها بالمزهر وتبداو تدخلوه في هاد لافارس تاعكم، ديروا غير بشويه يعني حتى تحسوا العقدة تاعكم ولات كيما الطعام داك المفتول، تولي هكا مفتولة تقريبا، ما تكون جارية ولا مشمخة كيما نديروا العقدات تاع العرايش والكعيكعات وكاع، وما تكون تاني ناشفة بزاف. يعني شوفوا العقدة تاعي كي تكون دايرة، شوفوا كنت تجروها بزاف غادي تيبس لكم، وكنت نشفوها بزاف ما غاديش تنقدب لكم. تما ديروها كيما هكا يعني كيما راني دايرتها، يعني راهي باينه امامكم، تولي كيما الطعام المفتول. شوفوا يعني راهي واضحه امامكم. بعد نغطيها ونخليها تريح ونروح نبدا في البقلاوه تاعي. هنا نبداو بالطبقه السفليه، عندي المايزينا راح نورق بالمايزينا، وراح نستعمل الوراق العادي يعني الحلال. قلت لكم ما غادي نديرو لا الاله لا والو، يعني انا نخدم غير بيدي وتخرج لي مورقه ما شاء الله، وتجيني يعني الطبقات رقاق ومورقين الله يبارك. شوفوا هنا الطبقه الاولى نحلوها، يعني ما تحلوهاش بزاف بزاف، حلوها شويه يعني بهاد السمك كيما راكم تشوفوا. نعمرها مايزينا، يعني ندير فوق نرش فوقها كامل المايزينا، ومن بعد نزيد تاني نحلو الكويره الثانيه. يعني كيما راكم تشوفوا نرشهم ثاني، نرشها بالمايزينا. شوفوا ملاحظه مش عارفه لا غير انا تصرالي ولا نتوما كاع، انا كي نكون نخدم في البقلاوه ولا حاجه اللي تكون فيها المايزينا بالفارينه بزاف نولي كاع فارينه. القش اللي نكون لابساته، البوطاجي اللي نكون نخدم فيه، كل شيء نرشه فارينه مايزينا يعني. كي نبدا نخدم حتى اللي نكمل نعمر روحي كاع مايزينا. شوفوا حبيبتي كيما راكم تشوفوا راني نكمل في الطبقات تاعي، يعني 6 طبقات السفليين نكملوهم كامل، يعني نحلوهم بهذه الطريقه حب وحده فوق وحده، وبين كل طبقه وطبقه نرشوا المايزينا غايه يعني باش ما يلصقوليش الطبقات ما بيناتهم. بعد هنا نجيبوا الحلال ونجي نحل العجينه تاعي بهذا الشكل، يعني نبداو من الوسط ونحلو فيها. بعد هنا كيما شفتوا كي حليتها غير شويه نقلبها باش العجينه تاعي اللي تكون من تحت ما تكزليش، يعني ما تتكمشليش بزاف، نحلوها شويه ومن بعد قلبتها للجهه الزوجه ونحلوها. يعني عادي غادي تعاونكم في الخدمه، باسكو العجينه تاعنا خليناها ريحت حوالي 4 سوايع، يعني كل ما تخلوها تريح كل ما تساعدكم في الخدمه. شوفوا هنا بعد ما حليتها غادي نوريلكم السمك تاعها، يعني تكون رقيقه شفافه. يعني شوفوا يدي راهي تبان من العجينه، يعني تكون رقيقه شفافه. هنا راح نجيب البلاطو تاعي اللي عاد نخدم فيه، كما راكم تشوفوا. وهنا عندي زبدة التوريق. بالنسبة للتوريق تاع البقلاوة تاعي غادي نخدم بزبدة التوريق اللي كنت ذوبتها. تقدروا تخلطوا بين زبدة التوريق والسمن، تقدروا تخلطوا بين المارغرين وزبدة التوريق، يعني عادي. هنا درت الطبقة الأولى كما راكم تشوفوا نديرها، يعني كنت دهنت البلا تاعي بالزبدة. من بعد هنا جبت الطبقة الأولى راني نسقم فيها يعني بهذا الشكل، تسقموها مليح في البلاطو تاعكم. نجيبو هنا زبدة التوريق تاعنا ندهنو كامل هذيك الطبقة الأولى، ندهنوها يعني مليح بهذيك الزبدة، يعني بهذه الطريقة.
نجي نديرو فوقها تاني الطبقة التانية، وتاني رايحة ندهنها بالزبدة تاني، يعني حتى نكملو كامل الطبقات بنفس الطريقة. يعني نديرو الطبقة الأولى ندهنوها، نعاودو الطبقة التانية، نعاودو الطبقة الثالثة حتى الطبقة السادسة. كل شي راه موضح امامكم. وحبيباتي الا كنت يعني ما فهمتوش غاية ولا خلوا لي غير سؤال، يعني كسوار ربحوا الفيسبوك عندي سألوني، يعني انا نجاوب على كامل الأسئلة. لأي وحدة أي استفسار ولا نجاوب عليه، ولا خلوا لي في كومنتير وكامل غادي نرد عليكم. إذا هنا كما شفتوا حتى الطبقة التالية اللي درتها طبقة سادسة من فوقها ما ندهنوهاش بالطبقة، يعني هذه ما ندهنوهاش من الفوق بالزبدة، يعني خلوها هكا. بعد هنا باش ما يغبنوش هاد الزوائد وباش ما ينشفوش، نلمهم كامل، يعني نقلعهم ونلمهم. من بعد جبت هنايا فرغت هذيك لافاغ تاعي كيما راكم تشوفوا، نفرغوها كامل فوق هذه الطبقة تاعي، يعني بهذا الشكل. ونحاولوا نوزعوها. شوفوا راني نخدم غير بالاصابع تاع يدي، شوفوا ما تبلاطوهاش عمركم ولا تبسطوها، يعني تبلاطوها بيدكم لا، خدموا غير بالاصابع نتاع يدكم بهذه الطريقة. بعد خليتها بجهة وراح نخدم يعني الطبقة الثانية بنفس، يعني الطبقة العلوية خدمتها بنفس الطريقة، حليت هذوك الطبقات السبعة، يعني هنا الفوق درت 7 طبقات، هذو حليتهم بنفس الطريقة. يعني وحدة فوق وحدة، ومن بعد حليتهم يعني كامل. ثاني السمك تاعهم يكون رقيق، يعني تكون طبقات شفافين ما بيناتهم. ومن بعد راح نديرهم فوق هذيك العقدة تاعي. نشوفوا نديروا هذه الطبقة الأولى، من بعد ندهنوها تاني بالزبدة، نديرو تاني طبقة تانية وندهنوها بالزبدة حتى نكملو 7 طبقات. هذه كيما راكم تشوفوا الطبقة الأخيرة. إذا روماركيتو شوفوا العجينة تاعكم ما تتكسر لكم، ما يعني ما راهيش يابسة وما تتفتت لكم، ما تتقطع لكم ما والو، يعني تساعدكم في الخدمة. هذه العجينة غادي تساعدكم غاية في الخدمة وما تغبنكم ما والو. هنا جبت السكين يعني قلعت هذوك الزوائد، وتاني راني ندخل يعني قلبت السكين يعني تقلبوه للجهة التانية، يعني كما راكم تشوفوا. وتحاولوا تقلعوا له، يعني تحاولوا تدخلوا يعني الجوانب هادو كامل تدخلوهم يعني للداخل للبلا، يعني تحاولوا تطووا هذوك الجوانب باش ما تتورقش للبرا، تحاولوا تدخلوهم كامل للداخل بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. من بعد يعني بعد ما نكمل غادي نعبر انا دايره هذا الورق سبيسيال، يعني نعبر به البقلاوة تاعي باش تخرج لي كامل على حبة واحدة. نتوما تقدروا يعني تخدموا غير عينكم ميزانكم، انا موالفة نخدم بالعبر توجور، يعني مادامني نخدم طلبيات ويا نبغي نخدم الحبات كلهم كيف كيف. نتوما تبغوا تخدموا كيما انا، يعني تعبروا ورقة وتقصوها يعني بهذه الطريقة، وتولوا تعبروا بها الحبات تاعكم. شوفوا هنايا راني نطراسي غير في يعني مانيش نقطع حتى للداخل، راني غير نطراسي يعني في المستطيلات. من بعد كي نكمل نطراسيهم كامل غادي نقطعهم، يعني الصورة راهي توضح اكثر. حبيبتي اللي راكي تتفرجي معايا هاد لا فيديو، يعني لا عجبتك قناتي ولا لاول مره تكتشفي قناتي، اشتركي حبيبتي معايا في القناه وفعلي الجرس باش يوصلك كل وصفات جديده ان شاء الله باذن الله في رمضان. غادي نمتعكم باذن الله بالوصفات اللي كتب لنا ربي، وغادي نجيب لكم بزاف وصفات جديده للعيد باذن الله. فما تساونيش نتوما بالبارطاج تاعكم، بارطاجوا الفيديو، يعني لا تعرفي صاحبتك ولا اختك ولا تبغي الكاطو وتبغي لي روسيت، رسلي لها القناه تاعي باش هي تاني تستفاد كيما كامل رانا نستفادو. ما طراسيتهم وقطعتهم، يعني بعد ما تطراسوا عاودوا قطعوهم. من بعد جيت هنايا تاني راني نطراسي المقرودات كيما راكم تشوفوا، يعني بعد ما نديروهم مستطيل نجو تاني نكملو لا فورم تاع الحبه تاعنا، يعني بهذه الطريقه يعني تميلوا
الكاغد تاعكم يعني حوالي نصف سنتيمتر، تميلوه شوية تطراسو على حسابه. كل وحدة وكيفاش تبغي البقلاوة تاعها، كاين اللي تبغيها كاري، كاين اللي تبغيها بقلاوة صغيرة، كاين اللي تبغيها كبيرة، يعني كل وحدة تطراسي على حساب هي ما تبغي البقلاوة تاعها. كيما راكم تشوفوا حبيباتي، يعني طريقتها راهي جد واضحة. وسمحوا لي من داك الكاميرا شويه تضبب، سمحوا لي يعني ما كنتش نروماركي فيها. هنا بعد ما كملت يعني قطعتهم كامل. جبت هذاك الزوائد تاع العجينه تاعي وحليتها، يعني الزوائد تاع العجينه كامل حليتها على سمك رقيق، وجيت طبعتها بهذا الطابع تاع الورقه. انا صراحه هذا الطابع يعجبني، وما من الزبائن تاعي يبغوا هاد لافورم تاع تاع البقلاوه، فتقريبا كامل بقلاوتي نخدمها بهذا الطابع. بعد ما كملت يعني خدمت هاد الوريقات كيما شفتوا. نجي نحط كل ورقة نحطها فوق الحبة تاعي بهذا الشكل، يعني بالشكل المائل كيما شفتوا. نحطو كل حبة ولا كل ورقة فوق الحبة تاعنا نتاع البقلاوة، يعني بهذه الطريقة. من بعد راح نرشقها بالكاوكاو، يعني انا عندي هنا بندبني البقلاوه درتها بالكاوكاو، فكملتها كامل بالكاوكاو. عندي هنا كاوكاو بقشورو، راح نرشق كل حبه بحبه كاوكاو بقشورها، يعني تعطينا منظر بزاف شباب للبقلاوه تاعنا. من بعد ما نكمل غادي نطليها، يعني نطلي الوجه تاعها بالسمن. نتوما تبغوا تطلوها بالسمن ولا بزبده التوريق ولا حتى بمارغرين العاديه، المهم يعني ديروها من الفوق تطلوها غايه بالسمن وتخلوها تريح. اللي عنده الوقت يخليها ليلة كاملة، اللي ما عندهاش خلوها من 2 سوايع حتى 4 سوايع تريح غاية باش تطيبوها. وبالنسبة لطيابها شوفوا غادي نقولكم غاية طياب تاعها. البقلاوة تبغي تطيب على درجة حرارة 170 حتى 180 درجة. شعلوا لها غير من تحت، خلوها يعني حوالي يعني تشدلكم هي في الطياب 40 دقيقة من تحت تقريبا. شعلوها من تحت واحد 40 دقيقة. كي تشوفوها يعني صفارت في الجوانب وتورقت، اشعلوا لها من الفوق، يعني تما سي بون تعرفوا بلي راهي طايبه. شعلوا لها من الفوق وخلوها يعني تشد لكم واحد 10 دقائق في الطياب من تحت من الفوقه وتكون طايبه. كنا نحسبوا طياب البقلاوة كامل تدي لكم واحد الساعة تقريبا. هنا بعد ما يعني طابت لي البقلاوة تاعي، انا بغيتها بهاد لا كولور، ما بغيتهاش حمرا بزاف، بغيتها بهاد لا كولور. جبت هنايا كيلو نتاع عسل، تعسلوها بكيلو نتاع عسل. مادام البقلاوة رفدت لي كيلو تاع كاوكاو تتعسل بكيلو نتاع عسل. هنا وهي سخونة راني نعسل فيها كيما راكم تشوفوا. بعد ما نعسلها راح نخليها انا تاني واحد الليلة واحدة اخرى تشرب لي، يعني قد ما تخلوها في البلا تاعها تشرب قد ما تجيكم شابة. هنا راح نخليها قلت لكم ليلة ومن بعد نقطعها. كما راكم تشوفوا حبيباتي، بعد ما قطعت البقلاوه تاعي شوفوا يعني تجي مرقه ما شاء الله اللهم بارك، يعني تجي مرقه. العقده ما تجيش كامل يابسه، تجي طريه ومعسله ما شاء الله. تاني كنت قسمت معكم يعني باش تشوفها بلي حتى بيدكم وتنقسم. شوفوا تجي مقرمشه وفي نفس الوقت طريه. صدقوني هاد الوصفه ناجحه 100%. اي وحده مبتدئه غادي تولي تنجح لها البقلاوه وتعرف ديرها. اذا حبيبتي مبقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في روحتكم، نتلاقاو في وصفة جديدة إن شاء الله. سلام.